السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على آله وأصحابه أجمعين. حبايب قلبي الحلوين، كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وولادنا طيبين. بكرة أول يوم دراسة، وفي طبعا حبايبنا بدأوا دراسة النهاردة. كل سنة وكل أم طيبة، ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا إن شاء الله بإذن الله، ويصلح حال ولادنا جميعا. النهاردة جايالك بميزانية قوية جدا. هنعمل ميزانية يا بنات إن شاء الله لسندوتشات المدرسة لكل اسبوع. ايه اللي حضرتك ممكن تعمليه علشان توفري في سندوتشات المدرسه يعني والمصاريف بتاعتها؟ ان شاء الله باذن الله الفيديو النهارده يعجبك وتستفيدي منه، حتى لو معلومه بسيطه، ويكون الفيديو حلو ليكي. الوصفات اللي انا بعملها لكم دي كانت نازله على القناه القديمه يا بنات، بس انا حبيت انزلها لكم على القناه دي تاني علشان المتابعين الجداد ومتابعين المحترمين يعرفوا ان هم يوصلوا لها، وتبقى سهله عليهم. افكار لللانش بوكس اقتصاديه جدا جدا، ومن اكتر الحاجات اللي هتوفر على حضرتك. اول وصفه عملناها معانا وهي البيتزا او الميني بيتزا. البيتزا يا بنات حلوه قوي. خلي بالكم البيتزا اللي قدامكم اللي انا بشاور لكم عليها دي بيتزا على وشها جبنه قريش، حطيتش عليها جبنه موتزاريلا. يعني انا هنا حابه اقول لك ان حضرتك تقدري تتصرفي باي مبلغ عندك وباي حاجه موجوده. واللي هناك دي عملتها من غير جبنه خالص، الجبنه كانت خلصت، فقلت خلاص مش مشكله هخليها من غير جبنه. طب انا عشان اعمل ميزانيه ناجحه يا بنات هكون محتاجه ايه؟ اول حاجه اولا هتعرفي ايه الحاجات اللي ولادك بيحبوا ياخدوها في سندوتشات المدرسه. اكبر غلط احنا بنقع فيه ان احنا نعمل لاولادنا سندوتشات او ياخدوها معاهم في اللانش بوكس وهم ما بيحبوهاش، فده هيبقى مشكله كبيره جدا. ليه مشكله كبيره؟ علشان حضرتك هتعملي تكلفه ماليه عليكي وعبء مالي، وحاجه انت ولادك كده كده مش هيستفيدوا بيها. طب انا يا دودي عرفت مثلا ان ولادي بيحبوا اللانشون، ولادي بيحبوا الجبنه الرومي، ولادي مثلا بيحبوا ان هم ياخدوا نوتيلا، ولادي بيحبوا يعملوا ميني بيتزا، ولادي بيحبوا ياخدوا الناجتس او وصفات الفراخ، ولادي بيحبوا الحاجات دي. يبقى انا هحط كل حاجه قدام عينيا وابقى عارفه امكانياتي ايه، وابتدي اعمل على حسب امكانياتي او على حسب ميزانيه الاسبوع بتاعي. انا اول حاجه عملتها معاكم هي الميني بيتزا. البيتزا دي على فكره انا بقطعها واعمل مثلثات وابتدي اشيلها في الفريزر على قد استخدام ولادي. يعني انا مثلا ولادي اللهم بارك 3 بيروحوا المدرسه، كل واحد بياخد مثلا 3 قطع، احط 9 قطع في كيسه، وهكذا وهكذا وهكذا. ممكن ياخدوا 4 قطع، يعني على حسب. هتنفعك جدا كمان في يعني الجوع بين الوجبات، الناس اللي بتسأل على السناكس اللي احنا نقدر نعمله لاولادنا بين الوجبات علشان نوفر. الميني بيتزا دول يا بنات كل العجينه اللي انتوا شايفينها دي كانت بكيلو وربع من الدقيق، والله كيلو وربع من الدقيق عمل كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي. كان نص الكميه دي ابيض ونص الكميه دقيق اسمر، مع شويه خميره وملح وشويه زيت صغيرين خالص وشويه سكر. وعجننا العجينه خمرت، ابتدينا نشكلها زي ما احنا عايزين. اصبح ان التكلفه بتاعتها بسيطه جدا. الحشو اللي فوق حضرتك تقدري تستكفي بالخضار، مثلا زيتون وفلفل اخضر وطماطم وشويه الصلصه بتاعتك، او تجيبي مثلا لانشون من اللي احنا عاملينه في البيت ونقطعه مكعبات كده ونحطه على الوش، او نقدر ان احنا نجيب السوسيس، او نقدر ان احنا نعمل مثلا شويه لحم مفرومه ببصل كده متعصجين ونحطهم، او نقدر ان احنا نحط الهوت دوج. وان شاء الله باذن الله عندي وصفات هعملها لكم، هيبقى الفيديو ده قنبله ومفاجاه لحضرتك هتوفري بيه كتير جدا جدا جدا. ادعوا لي بس بصلاح الحال وان ربنا يديني الصحه كده، واقدر ان انا اعمل لحضرتك ان شاء الله الحاجات اللي في دماغي. طيب، احنا عملنا زي ما شفتوا كده الميني بيتزا من الحاجات الحلوه قوي. تعالي كده امسكي نفسك اول الاسبوع وقولي انا الاسبوع ده هعمل 3 وصفات لاولادي او 3 انواع من المعجنات هيقضوا بيهم الاسبوع. الاسبوع 5 ايام يا بنات، 5 ايام لو كل يومين اخدوا حاجه بس ما يبقاش يعني. بصي تعالي اول الاسبوع كده اعملي مثلا الرقاق اللي انا هعمله دلوقتي، واعملي مثلا البيتزا. يوم اديهم بيتزا ويوم اديهم رقاق، يوم نديهم بيتزا ويوم نديهم رقاق. هيتفضل معانا يوم. اليوم اللي هيتفضل معانا ده نقدر ان احنا نخليه ميكس بين الاتنين لو هما الكميه مثلا اللي انت عاملاها مكفيه، ونقدر ان احنا مثلا نعمل وصفه جديده زي باتيه، زي كرواسون، زي مثلا عيش التوست. وكل المقادير دي بنفس العجينه الاولانيه اللي احنا عملناها بتاعه البيتزا، لا تختلف يا بنات. المخابز شغاله بنوعيه عجين واحده بس في كل المعجنات: دقيق، خميره، ملح، سكر، شويه من الزيت، بس على كده. بالنسبه بقى للرقاق اللي انا بعجنه، انا هنا عجنته بكوبايه من اللبن الرايب ومعلقتين من السمنه، شويه سكر وشويه ملح، وهتبقى حلوه جدا جدا معانا. هي دي بس المقادير، يعني برضو يعتبر التكلفه بتاعتها بسيطه. تعالي بقى حضرتك مثلا للحشو بتاع السندوتشات. كتير مننا بيشيء، طبعا انا معاكم والله ان حشو السندوتشات غالي جدا، وخلي بالكم ان الحاجات دي برضو احنا بنشتريها بفلوس، يعني مفيش توفير قوي باللي هو بالكم فيه. لكن احنا بنوفر ايه يا بنات؟ بنوفر التكلفه. يعني انا مثلا
دلوقتي عشان اروح اشتري سندوتشات او اشتري عيش فينو، فانا محتاجه مثلا اجيب ب 20 جنيه او 25 جنيه عيش فينو غير الحشو اللي انا هحطه جوه العيش الفينو، في سبيل اللي انا ممكن بال 25 جنيه دول اعمل عيش فينو يكفيني مثلا 3 ايام او يومين، واجيب بعد كده الحشو، يبقى انا وفرت ثمن العيش الفينو. هو مش معنى ان انا بقول لحضرتك انك مش هتتكلفي انك انت مش هتشتري، لا احنا هنشتري وهنصرف، بس التكلفه بتاعه الشراء اللي هنشتريه مش زي التكلفه بتاعه الحاجه وهي جاهزه. انا هنا عجنت الرقاق معايا وما بياخدش وقت خالص، وتقدري حضرتك كل يومين تعملي صنف من الاصناف دي، ويمكن انا كلمتكم في الموضوع ده قبل كده. طب تعالي يا دودي كلمينا على حشو السندوتشات بتاع المدرسه. انا ولادي مثلا ما بيحبوش الجبنه القريش، عملنا اكتر من وصفه للجبنه القريش ان احنا نحولها من جبنه قريش لجبنه مطبوخه لجبنه سايحه كمان لجبنه كريمي، يعني حولناها كذا حاجه مع بعض. وهتلاقي الفيديو موجود عندكم، كنت عامله لكم فيه ازاي تعملوا الجبنه المطبوخه من الجبنه القريش الكريمي. هحاول ان شاء الله ان اسيبه لكم في الاي اللي بتظهر فوق دلوقتي، اللي هي الشاشه السوداء اللي بتظهر فوق، او في اخر الفيديو هتلاقوها في الشاشات اللي بتظهر اللي هي شاشات النهايات. ان شاء الله باذن الله تعملوا الوصفات دي لاولادكم، ما تشيلوش هم ابدا يا بنات، دايما ادعوا بس ربنا كتير، حاولوا على قد ما تقدروا تستغفروا وتحوقلوا، ربنا ان شاء الله يدر عليكم الرزق من حيث تحتسبوا ومن حيث لا تحتسبوا. اقعدوا اتكلموا مع اولادكم وقولوا لهم ان اللي انتوا بتاخدوه في السندوتشات ده في غيرنا مش طايله، احنا احسن من غيرنا، علشان برضو بيجي لي تعليقات يا دودي انا ولادي بيشوفوا مثلا زمايلهم، الكلام ده كان السنه اللي فاتت، احنا لسه السنه دي ما بدأناش، بس ان شاء الله لما نبدأ زمايلهم مثلا جايبين ناجتس معاهم وجايبين كمان بانيه وجايبين جبنه رومي وجايبين كذا وكذا، وولادي بيحبوا كده. انا ما بقولكيش امنعي ولادك، احنا ممكن نخلي الجبنه الرومي مثلا مره واحده في الشهر، يعني انا مثلا امكانياتي اجيب الجبنه الرومي مره واحده في الشهر، ناس تانية ممكن تجيب الجبنه الرومي مره واحده في الاسبوع، ممكن تجيبيها كل يوم، كل واحد على حسب امكانياته. هنعمل اللانشون في البيت ان شاء الله باذن الله، هعمل لكم لانشون الفراخ النهارده، هنعمل كمان الجبنه في البيت، هنعمل النوتيلا في البيت، هنشتري مثلا مربى ونعمل للولاد سندوتشات مربى. بلاش اللانشون الصناعي يا بنات الا في الضروره، او ممكن مره واحده بس في الاسبوع، لكن اكتر من كده انصحك بلاش. تقدري حضرتك تجيبي لحمه ونعمل برجر اقتصادي برضو للولاد في البيت، مفيش مانع ان هم ياخدوه مره واحده برضو في الشهر، يعني كل اسبوع عايزين نخليه اسبوع كده يكون مختلف. مثلا الاسبوع اللي احنا لسه قابضين فيه، او الاسبوع اللي احنا لسه معانا فيه ميزانية محترمة كده وتسمح ان احنا نجيب مثلا، نخلي الاسبوع ده للولاد اسبوع عبارة كله عن لحوم، مثلا نعمل ناجتس، وبرضو الناجتس نعمل الناجتس الاقتصادي، نعمل البرجر الاقتصادي، نعمل لهم مثلا سجق سندوتشات سجق، نعمل لهم مثلا ميني بيتزا عليها مثلا اي حشوة محترمة كده من فوق. المهم ان الاسبوع اللي يكون معاكي مثلا مبلغ محترم كده تقدري تعملي حاجة كويسة. وخليكم يا بنات عندكم 3 حاجات اساسيين لازم تعملوها لاولادكم قبل ما يروحوا المدرسه. اولا لو تقدري تقنعي ولادك ان كل واحد منهم ياخد 3 تمرات، يعني ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، انت بتديهم صندوق مناعه متنقل معاهم في اي حته. 3 تمرات مهمين جدا، انا بحاول اقنع ولادي الحمد لله وبشتغل معاهم من دلوقتي. الفتره الاخيره دي ابتديت ان انا كل يوم اديهم 3 تمرات الصبح على الريق، بيديهم طاقه بتديهم حيويه، وكمان فيها نسبه حلوه قوي قوي من مقومات يا بنات، يعني التمر ده كله فوائد طبعا. او ان احنا نعمل كوبايه ميه بعسل نحل، كوبايه ميه بعسل نحل وتديها لاولادك كل يوم، برضو من الحاجات الحلوه جدا جدا. وان هم يشربوا اللبن. طب انا واحده من الناس ولادي الصغيرين بس ما فيهمش الا واحده بس بتشرب لبن، الباقيين ما بيشربوش لبن، اعمل ايه؟ بعمل لهم شاي بلبن، ولازم اديهم سندوتش، او ان انا بعمل لهم شعريه باللبن، بدخل لهم اللبن الصافي ولكن بطريقه غير مباشره عشان ما يقولوليش احنا مش واكلينه، او ان انا اعمل لهم عصير جوافه باللبن، او ان انا مثلا اعمل لهم رز باللبن، المهم او بليله، المهم ان انا بدخل لهم اللبن باي طريقه تانية غير الطريقه الاساسيه اللي هي في الصوره يعني بتاعته الكامله. تقدري برضو حضرتك ان انت يعني 3 حاجات دول لازم تعمليهم لاولادك قبل ما يروحوا المدرسه، ان احنا نديهم تمر او نديهم ميه بعسل او نشربهم طبعا الشاي بلبن، او طبعا ان احنا ندخل لهم اللبن في اي نوع من الانواع التانية، وان احنا نديهم سندوتش. لازم ولادنا يفطروا اي حاجه، يعني الناس الاغنياء يا بنات طبعا احنا كلنا طبعا الغنى غنى النفس، بس انا بقول لكم يعني الناس الاغنياء
دايما ولادهم بيفطروا قبل ما بينزلوا المدرسه. دي حاجه اساسيه عندهم، لازم ياخدوا سندوتش الصبح ويبتدوا ان هم ياكلوه. دي طبعا الحاجات الصحيه. احنا الشعب المصري عامه كلنا، وانا واحده من الناس كنت بتخانق مع امي الله يرحمها ويسامحها، وكنت بفضل اعيط وازن ان انا مش عايزه اكل حاجه الصبح عشان انا ماليش نفس. ولكن لما يعني كبرت وفهمت ان الفطار ده اهم وجبه، وان الولاد لما يفطروا كويس يبقوا دبينها كده في البيت مثلا، او حتى لو وجبه خفيفه، هيبقى عندهم طاقه وحيويه ونشاط ان هم يستوعبوا الفقرات الدراسيه بتاعتهم. فنحاول على قد ما نقدر ولادنا قبل ما ينزلوا المدرسة ان احنا نهتم كويس جدا جدا بالغذاء بتاعهم يا بنات، وكمان عشان نقاوم الامراض. طب تعالوا اقول لكم على اللانشون وبعدين نكمل. اللانشون ده برضو كنت عاملاه معاكم على القناة التانية، ولكن انا عملته من جديد بس ما حبيتش اصوره طالما هو متصور عندي، قلت ان انا انزله لكم. انا جبت ربع كيلو من البانيه، معايا معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار من الزيت، كوباية مية متلجة، ومعايا مرقاية، معايا معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر ممسوحة، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة خليط ما بين البهار الحلو والحبهان. أنا خدت 5 فصوص من الحبهان و5 فصوص من البهار الحلو اللي هو يا بنات قولوا معايا كباب الصيني. كباب الصيني، ورحت اديتهم تحميصة على النار بسيطة قوي كده، ورحت ضرباهم في المطحنة ادوني المعلقة الصغيرة اللي انتوا شفتوها. عايزه اقول لكم ان الكباب الصيني اللي هو البهار الحلو مع الحبهان هيودولك اللانشون بتاعك في حته تانية خالص، طعم خطير ورهيب واقتصادي على فكره والله. يعني شوفي انت لو رحتي جبتي طبق اللانشون من بره مش هتجيبيه اقل يعني من 30 جنيه لو لانشون محترم مثلا بتاع شركات محترمه، مش اقل من 30 جنيه، وبيبقى فيه 3 شرايح بالظبط. احنا هنعمل كل الكميه دي بربع كيلو من البانيه اللي هو ما يعادل مثلا 45 جنيه، وشويه الاضافات اللي حضرتك شفتيها هنقول مثلا ب10 جنيه كمان، يعني 55 جنيه. وهتعملي قالب لانشون محترم لولادك يعدي الكيلو الا ربع لانشون، كيلو الا ربع او ممكن كمان يدخل في الكيلو لان حجمه بيزيد يا بنات. انا الصراحه ما وزنتوش ولكن حجمه بيعدي الكيلو والله. هتشوفوا معايا القالب قد ايه دلوقتي. انا هنا عملت ايه؟ حطيت بعد ما ضربت الفراخ وده ويعني انصحك ان الفراخ تكون متلجه علشان تديكي قوام حلو للانشون، تكون متلجه وتبتدي حضرتك تضربيها في الكبه. حطيت عليها معلقتين كبار هرميين من نشا وكوبايه الميه المتلجه، التوابل بتاعتنا، وكمان حطينا عليها معلقتين الزيت. افضل اضربهم بقى ضرب كويس كده لحد ما ابص الاقي الخليط ناعم معايا خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبقى كله كده خليط انسيابي. لو حسيتي ان الخليط تقيل معاكي تقدري حضرتك تضيفي له معلقتين برضو من الميه المتلجه، وده مهم جدا جدا علشان الميه زي ما بقول لكم المتلجه دي هي اللي بتدي له القوام بتاعه. انا كده خلصت. عندك بقى حضرتك تقدري تجيبي مثلا اللي هي علبة السمنة، وتبتدي حضرتك تبطنيها بالزيت والدقيق، وتبتدي تحطي فيها وتحطيها على حمام ميه بعد ما تغطي وشها. هتسوي معاكي برضو، هتخلي لانشون حلو. تقدري تحطيه في كيس حراري زي ما انا بعمل، تقدري تحطيه في الكيرنج فيلم اللي هو الاسترتش، وتبتدي تلفيه في ورق الفويل. تقدري برضو حضرتك تعمليه في كوبايات وتغطي بس وش الكوبايات اهم حاجه علشان ما يبقاش في ميه داخله للانشون بتاعك لما يغلي، وتحطيهم على النار وتعمليهم. كل ده برضو هنعمله مع بعض. اللانشون ده حلو قوي قوي. ما حبيتش ان انا اعمل لكم اللانشون اللي من غير لحوم لانه هو بقى مكلف دلوقتي، عشان هنجيب جبنه يعني مثلثات، وكمان علشان هنحط له قولوا معايا هنحط له بيض. فانا ان شاء الله باذن الله هحاول اعمل لكم لانشون من الجبنه القريش. يعني الفكره دي في دماغي ان شاء الله لما انفذها وتطلع حلوه هطلع اعملها لكم برضو علشان تجربوا وتشوفوا. اهم حاجه وانتي بتعملي اللانشون تطلعي منه الهواء كويس جدا. طبعا انا هنا حطيته في ورق اللي هو ورق زبده، وكمان حطيته في الكيس الحراري، وبعد كده لفيته في كيس نايلون عادي. كيس نايلون عادي من بتاع اللبن اللي احنا بنشتري فيه اللبن، او اللي احنا بنفرز فيه. قفلي بقى كويس علشان ما فيش اي ميه تدخل له، وهتكوني محضره ميه على النار بتغلي ما فيهاش اي حاجه خالص. هيقعد معاكي على النار هاديه لمده ساعه كامله، زي كانك كده بتسوي كيكه. بس حاولي من كل وقت للتاني ان انت تقلبيه من فوق لتحت بحيث ان اللانشون ياخد سوا واحد من جميع الاتجاهات. حجمه بيتضاعف جدا يا بنات، وحجمه بيزيد ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. وطبعا ده بفضل البيكنج باودر اللي احنا حاطينه. احنا هنا برضو ما حطيناش دقيق، يعني يعتبر التكلفة ما هياش عالية قوي. فانا عايزة اقول لحضرتك كده دايما بالاسابيع مشيها. احنا الاسبوع ده هنعمل مثلا لانشون ونوتيلا وعندي الجبنة المطبوخة، خلاص يبقى ده الاسبوع ده. الاسبوع اللي بعديه هنمشيها مثلا مربى، هنمشيها مثلا ناجتس، هنعمل مثلا شوية برجر. الاسبوع اللي بعده المهم ان كل يوم يبقى فيه سندوتشات مختلفة للولاد علشان يبتدوا ان هم ياكلوا وما يزهقوش. والحاجات دي انا بعملها
وباقولها كمان للأمهات اللي ولادهم الصغيرين ما يعني بيعذّبوهم في الأكل وما بيرضوش ياكلوا الأكل الكويس أو الأكل الصحّي. أنا هنا يا بنات عملت إيه، أنا هنا اللانشون بعد ما طلع معايا بعد ساعة سِبته يبرد وبعد كده حطيته في التلاجة، ولمّا برد تمامًا تاني يوم ابتديت إن أنا أقطّعه بالطريقة اللي أنتم شايفينها. طب هو يا دودي شكله مش منتظم كده، هل ده عادي؟ عادي جدًا، لإن أنا حاطاه في أكياس يا بنات وضاغطاه بالأكياس، فعادي الأكياس إن هي تعمل علامات ما فيش مشكلة. قطّعناه بقى سلايزات رفيّعة زي ما أنتم شايفين كده، وكل ما تقطّعي رفيّع كل ما هيبقى يدّيكِ كمية أكبر. ممكن تقطّعيه بمبشرة البطاطس لو عندِك، أنا ما عنديش الصراحة، عايزة أبقى أجيب لي واحدة كده، تقدري برضه إن أنتِ تعملي كده لو عندِك المبشرة دي. زي ما أنتم شايفين كده اللهم بارك اللانشون بتاعنا طري وحلو جدًا، جدًا. أتمنى إنِّك تجرّبي اللانشون بالطريقة دي وتجرّبي الوصفات اللي إحنا عملناها النهارده. حاولوا على قد ما تقدروا يا بنات تمشوا على قد ميزانيات بيتكم، حاولوا إن أنتم تتكلموا مع أولادكم وتفهّموهم إن الدنيا حوالينا دلوقتي صعبة، وإن الدنيا غالية، وإن إحنا لازم نشيل بعض، ويوم حلو ويوم وِحِش. مش هو وِحِش طبعًا، كل أيام ربنا حلوة، بس أقصد أقول يوم يكون نعمل حلو وحاجة مكلفة، ويوم نعمل حاجة بسيطة. ما تنسوش طبعًا إن أنتم تعملوا لولادكم أي حاجة مسكّرة في الlunch box، بلح بقى، تعملوا cupcake، إنكم أنتم مثلًا تعملوا لهم شوية من البسكوت، أي حاجة من الحاجات البسيطة اللي بتفرّح الولاد. أتمنى يكون الفيديو عجبكم النهارده، ما تنسوش تحطوا لي like. أسيبكم في رعاية الله وحفظه.